أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليز أن السيادة الإسبانية على مدينة سبتة وميليليا خط أحمر لا تقبل النقاش أو التشكيك. Yo no voy a poner paños calientes a una realidad que es una realidad que está ahí. De la misma manera que no voy a aceptar que ningún ministro de ningún gobierno, en este caso de Marruecos, pueda poner en duda la españolidad de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son España, la mejor España, y no se tocan. كما شددت الوزيرة أمام البرلمان الإسباني على أن سبتة ومليليا إسبانيتان ولا تمسان، وذكرت أنها لن تقبل أن يشكك أي مسؤول في حكومة أجنبية بما فيها مملكة مراكش بوضع المدينتين. وجاءت هذه التصريحات ردا على المواقف التي أثارتها نقاش حول وضع المدينتين بالتوازي مع تداعيات أزمة الهجرة ومأساة الغرقى في سبتة في ظل الأزمات التي يعيشها نظام المخزن، وفي ظل التقارب الإسباني الجزائري. تحاول مملكة مراكش تصدير أزماتها الداخلية في ظل انهيار كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على مستوى المملكة وتفشي الآفات الاجتماعية، بالإضافة إلى حالات الفقر والبؤس وتهجير السكان التي أصبحت تعمل بها حكومة مملكة مراكش. وفي ظل الهجوم على الجزائر من طرف مرتزقة نظام المخزن، لم نرى أي رد رسمي من طرف مملكة مراكش على وزيرة الدفاع الإسبانية، وهذا ما يؤكد أن الشطحات المروكية هي عبارة عن زوبعة في فنجان من أجل إسكات الجبهة الداخلية التي أصبحت تضرب مملكة مراكش. ولم نرى أي من المحللين السياسيين أو المرتزقة يردون على وزيرة الدفاع الإسبانية، بل أصبح نظام المخزن يحرض هؤلاء المرتزقة على التهجم على الجزائر وفقط.